ورجعنا بعد الفاصل أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكايات مصرية، ومن داخل المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية المشهرة برقم 25/19 لسنة 2023، مع الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء المستشار الإعلامي والسياسي سفير دكتور خميس إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي لمحاربة الإرهاب والفساد ومعالجة الأفكار المتطرفة تحت شعار نعم أنا كويس. نرحب بمعالي المستشار خميس إسماعيل، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نحب نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين من هو خميس إسماعيل وما هي كياناته الخاصة بالمستشار الإعلامي والسياسي سفير دكتور خميس إسماعيل. اتفضل. الأول تعريف خميس إسماعيل. خميس إسماعيل مواطن عادي مصري بيحب مصر، بيموت في تراب مصر، بيحب يظهر إنجازات الدولة المصرية، تحيا مصر. بيحب يظهر الفساد المجتمعي اللي موجود في المؤسسات والكيانات والحريات. لأن احنا بنقول الفساد فساد خالص. نعم. مش فساد مؤسسة. نعم. يعني المؤسسة أو المؤسسي أو الشركات أو الجامعات أو الجمعيات أو أي منشأة حكومية بيكون بيصرفها قانون. نعم. القانون ماسك الكل. فبيطلع فلتات يبقى واحد. زي مثلا بنقول ذبابة في كوباية مية. اللي بتظهر الذبابة ما بتظهرش في كوباية مية. أكيد. أكيد. السؤال الثاني انت حضرتك بتتكلم. طبعا حضرتك في وقام والله سياده المستشار، نفتخر عليك وسعيد جدا جدا بتواجدي معك في مقرك وفي مكانك، وده شرف لنا وشرف لمصر كلها والله، دورك على ارض الواقع نشهده جميعا. من اهداف المؤسسه ودورها على ارض الواقع نتحدث مع حضرتك. تفضل. بالنسبة لدور المؤسسة، مؤسسة إعلامية، نعم، حقوق إنسان، نعم، تنمية شاملة نعم، ومستدامة. حضرتك تشمل المؤسسة كل مناحي الحياة، كل من هو خلق الله على وش الأرض بكل خدمات من خلال المؤسسة. نعم. ولكن المؤسسة قائمة على جمع تبرعات. تمام. ومفيش أي تبرعات بتخش. فإحنا دلوقتي شغالين في الدور التنموي والإعلامي. نعم. وشغالين على السوشيال ميديا في جروب اسمه الصحة، في جروب اسمه الخدمات العامة، في جروب اسمه خير لله. تحيا مصر. بيجيلنا حالات بتر بنركب أجهزة تعويضية على نفقة الدولة أو على نفقة رجال الأعمال. نعم. بنوصل دي. نعم. بنعمله في عمليات على نفقة الدولة. دور خدمي. أيوه، في عمليات بتتعمل، في علاجات بتتصرف. احنا عندنا علاجات هنا لو حد عايز علاجات بنقدمها. هل هي دي الأسمار اللي بتعود على المواطن اللي هو بالفعل مستحق؟ لا، أسمار كتيرة. ما احنا بنقول إيه؟ احنا المفروض بنكون قايمين على التبرعات. تمام. جالنا تبرعات. تمام. مش هنديها للناس بصورة فلوس. احنا لحد دلوقتي المبلغ التأسيسي أنا دافعه من جيبي أنا، يعني أنا قائم بتأسيس هذه الكيانات. نعم. على نفقتي الخاصة. نعم. ماشي؟ على روح والدي، روح والدتي، روح زوجتي الله يرحمها ويسامحها. احنا مش هناخد غير الصواب وناخد غير الحسنات. الكفن ما فيهوش ديون. واحنا النهارده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 و70. نعم. فهنا لازم نعمله الخير عشان نلاقوه خير. الكفن ما فيهوش ذنوب اصلا ومحدش ياخد معاه حاجه. سعيد جدا جدا والله. الله يبارك لك. والله سعيد جدا. الله يبارك لك. فاحنا بنقول بس طبعا احب اسال معاليك سياده المستشار خميس اسماعيل، ما هي مزايا المؤسسات الخاصه بحضرتك؟ احنا المفروض يا معالي الاعلامي بنتكلم في كيان، لان المؤسسه لما نيجي نتكلم في المؤسسه بنتكلم في المؤسسه بس.
لما نيجي نتكلم في الحمله نتكلم في الحمله بس. تمام. نيجي نتكلم في الجريده نتكلم في الجريده بس. نتحدث لما نيجي الآن نتكلم على الجمعيه نتكلم على الجمعيه بس. نتحدث الآن عن المؤسسة. المؤسسه بنقول انا مش عايز ادي ناخد جنيه من حضرتك اديه لحد. وللتعريف بالسادة المشاهد، المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية كما ذكرنا في السابق، والمشاهرة كما ذكرنا في السابق. اتفضل معاك. حضرتك انا بنقول علمني الصيد وتديني السمكه. نعم. احنا بدانا في الحمله اللي قبل المؤسسه بتنشيط وتعليم وتدريب الاسر الصغيره ومتناهيه الصغر، المشروعات الصغيره. جميل. بدانا في الاثار الملس. نعم. في الاقصر. نعم. انا نزلت بنفسي وقعدت هناك اسبوع. احنا لنا مقرات بالنسبه للحمله كتير جدا. أسستم مقرات. مقرات ما الحمله هي الحمله المؤسسه لسه ما عملناش انتدابات حتى الان. وليست للمؤسسة. للمؤسسه المركزيه بس. المركزيه فقط. تحيا مصر. ماشي؟ تحيا عشان مصر المساكين مع الناس. المخلصين ماشي. في الأول. ولكن ان معانا ناس من هيئه المكتب اللي هو مجلس الامناء، معانا ناس في الجيزه ومعانا ناس في الاقصر ومعانا الدكتور هذا صباح. مختلف الجمهورية. الدكتور صباح عواد. لا عشان نعمل تحية وتقدير الدور عليها الدكتور صباح، بجد انا احييكي وكل احترام محلية على مستوى الجمهورية. يبقى انا لازم اخد من الحي من بحري ولازم اخد من هنا. انا خدت بحري 5 ماشي 5 افراد اللي هو المستشار عمرو عبد الزوج، اللي هو محمد خليل الباوي، عمرو خميس اسماعيل. نعم. احمد خميس اسماعيل. انا دور كل واحد معلش كل واحد له دور. يعني مثلا المستشار عمرو الزوج كان النائب. بس هي المستشار عمرو الزوج نائب